لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 496 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومبس رزامندي رب العالمين وهي ودان إيوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بلخوش ويسمعوا كل وانا راب الرجل خزمة دوات بيروزة دابون خواهي جور سبحانه وتعالى نداء لبو إيمان داران دكا ودفرمي أي كومر بروا داران لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء دفرمي جول كوديان مكان الدوست خوتان ولاتان لبو أوان نبي بعضهم أولياء بعض هندق لوان ولاي لبو هندق لواني ترهيا هندق لوان ولاي لبو هندق لواني ترهيا جولك لبو جولك كان نصراني لبو نصراني كان وهردو چیش لبرانبر مسلمانان حقدیان برابر بمسلمانان كويان دكاتو ومن يتولهم منكم فإنه منهم هر يقلنقو بو شيوي ولاي لبو اوان هبي دوستاتيان بكا بالبشتيان بكا لدجي ايمان داران او فإنه منهم او لوانا حكمي اوانا إن الله لا يهدي القوم الظالمين بيقمان الله سبحانه وتعالى رينموني كسانيش استمكار ناكا بل خوش وستايتر ابن أبي حاتم لا ابن سيرين دجيريتوا دفرمي عبد الله كري عتبقتي ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر بايق لنقو خوي بباريزي لو يكببي تجولك يان ديان ببيوي حسب خوبك أو زاد الله فظنناه يريد هذه الآية دلي قمان ما برد ما بس أو آتيك ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم كاتب آجا داربن بدوستاتي كردن تانا بجولك وديان دبنا جولك وديان ببيوي حسب كان خوابنا ما مدى لا أضواء البيان درباري أو آتدفرمي بين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله والخلود في عذابه خواهي قول لا جيغاي تر باسي لو كردي موالات دوستايت كردني اوان اوا دبيت ماي غضبي خواهي قول سبحانه وتعالى بو بنده وهرمان وحتى لنا وعذابي وان متوليهم لو كان مؤمنا ما تولاهم او كوا دوستايتي وبالبشتي ولا لبو اوان اگر ايمان دار بنابي وبكا أو آتجم بس هر أو دو آتي سورتي المائدة كذا جين خزمتي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون كابا بشتواني خواهي قولا دقين خزمة وآتانش ونهى في موضع آخر عن توليهم وهروا لزيقايت كخواي قولا نهي ما عندك لوي كوا دوستاتي ولا من لبو أوان هبي مبينا سبب التنفير من والروني شدكاتو لبرتسي خواي قولا بياني أوي كردر بو مانو فرماني كردكوا ولا من لبو أوان نبي ليان دور كوينوا لا سورة الممتحن يا أيها الذين آمنوا
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ولا تان لبو كسيق نبي لبو قوميق نبي كواخوا غضبي ليقرتينا قد يئسوا من الآخرة أو أنا كسانك كان خوا غضبي ليقرتينا مأيوس لرحمة آخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور هروكو كافر كان مأيوسا لوي كوا كسيتشي مردي بقريتوا أوانش أوها مأيوس لرحمة خواي قولا كواتا أوانا كسي كان خوا غضبي ليقرتنا كو ولاد لبوانا وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية كواتا لزقايت كخواي قول باسي كده كوا ناكري بيشويق إيمان داران ولايان لبو كساني چي بيباور هبي مگر ترست هبي لوي كوا ظاهرا دبيواني شام دي ولاد لبان هيا بلان بشرتك ضلت مطمئن بي خذ للشر أوان بباريزي واتلا موقف استضعاف وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور بلام أجر ظاهرا هندق بابلين نشاني لبيت زي أو كسا لترسان يعني بابلين بلو ترسي لسربيو هرشي لسربيو وهروها لوي بالترسي كواتوشي فتني بكن هندق لما ظاهري ولا نشان بداتا لو حالتي ضلشي مطمئن بإيمان لدلوني بلان بظاهري لو حالتي خاونكي عذري هي لا سورة آل عمران دفرمي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه كواتا بهيت شويق نابي كسانيشي إيمان دار كسانيشي بيباور بكنا أولياء أو دوستي خويان هر كسيشي شواب كوا هيت بيوان دي بخواي قورا نامنة إلا ليك حارد عذري بيدا إلا أن تتقوا منهم تقات إلا ما قال خوتان ليان بباريزن بهنديك شد كوا كل وين دري لتفسير سورة آل عمران بفضل خواي قورا باس ما كر كوا مجرد هنديك موافقي لفظيان لبو نشان بدن نقبة دلبيتن نقبة فعل بي مجرد بلفظ هنديك ونشان بدن كوا ظاهري ولا لبو نشان بدن بزمان بلان بدل نبي فهذه الآية الكريمة أو آياتي سورة آل عمران فيه بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا كواتو آتا بياني أو إذا كاكوا بمطلقي نابي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من بمطلقي نابي إيمان دار كسان الشكافر بكاتا ولي ودوستي خوي تأييدي بكاتا لبر أوي كبهيت شيء يقول كل باقي كانت ريش هاتيا بهيت شيء ما دام إيمان دار النبي كسان كافر بباور بكاتا ولي ودوستي خوي تأييد بكاتا تنهى لك حالة عند الخوف والتقية ترسي للسربي وهرشي للسربي تنو خوي ليان بباريزي أزلوا يدفن فيرخص في موالاتهم أو أن رخصتي بيدريك ولا أغلبها نشان بدا بقدر المدارات التي يكتفي بها شرهم مجرد أو أن مدارات يان بكاتا وكل شر يان باريز راوبي ويشترط في ذلك بلام ليرج مرز أو وكوتوان كبلفظ هندق مدارات يان دكاتن تا وكل شر يان باريز راوبيتن بلام مرزكش إيوه سلامة الباطن من تلك الموالاة دبيل لضلو درونو أو موالاة نبي أو ضل السلامة بلوي كوا ولايان لضلو ولاي لبو أوان هبنا تنها بزمان مدارات يان بكاتن لبو يخوي للشر يان بباريزي تنها لو حالتي رقاي بيدراه ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا كواتا واتي دقي لظاهري وآتاني كواخواي قول منعي كردينا لوي ولا ما لبو كسانش كافر هبي هر كسيك كواتا لظاهري وآتان أور دجيري هر كسيك ولاي لبو كسانش كافر هبي عمدا بمتعمدي نقبة غلطي اختيارا بو بري اختياري خوي نكسك فرزي كربي لسري رغبة فيهم لوي ولاي لبوان هي براستي لبروي بدل تساوي لوانا أنه كافر مثلهم هر كسيك بو الشوي بمتعمدين نقبة غلطي باختياري خوي نكفرز كرهابي لسري هسترس الشي لسر نبي ورغبتي لديني وان هبي رغبتي لمذهبي وان هبي أواني خوش به أو كافرة وكو أوان والولاية لليهود والنصارى ولاية ولاء التأييد لبوجو لكو ديانها أشكال أوان إن كانت على سبيل الرضا بدينهم أجر بو الشوية
كوا لنتيجة أو كوا أترازي لدين كيان والطعن في دين الإسلام رازي بدين أوانو لم مقابل الطعن لدين الإسلام ددي كانت كفرا وخروجا عن دين الإسلام أو براستي كفروا درسون لدين الإسلام. وإلى هذا المعنى أشار ابن جرير بقوله ابن جرير وادله ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين هركسك ولا يلبجوا لكو ديانان هبي لغير إيمان داران فإنه منهم أو لوانا فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه راضي لبروي ظاهرا هركسك ولا يلبو زولكو ديانان وأمثالي أوان هبيتن تأييديام كا باربشتيام كا وخوشياني بوي كواتو بعملي دي سلماني كوا بوان رازية وبديني أوانش رازية وإذا رضي دينه فقد عاد من خالفه وسخطه كواتا أجر كسيك رازي بي بديني خوي أو حتما دجمناتي أو كسان دكا كوا مخالفي أو ديني دكان وصار حكمه حكمهم كواتا كسيك كوا بعملي بي سلماني بوي كوا ديني أوان باشترا معجب بي بديني أوان تأييديام كا باربشتيام بكا وطعني لإسلام بدا أو بلغير سروي كوا أو كسا بابلين حكمكي وكو أواني ليدي ولا دائرة إسلام في دردسيتن حكمكي وكو أواني ليدي فهو منهم لوان حساب ذكري كواتا قربو الشيوي ولا إلى بيان هبي رغبتي لدينك كان هبي بديني أوان رازي بي طعنا لديني إسلام بداتا أو فعلا حكمك وكو أوانا. وإذا كانت الولاية لهم ليست على سبيل الرضا بدينهم بلام أجد تأييدي لبوان ولائي لبو أوان لسأو أساسي نبك ورازي بدينك أوان وإنما هي على سبيل المصافاة والمصادقة بمبستينك وبديني أوان رازي بس مجرد علاقة لقليان باش بيو لقليان هاموشوي هبي وبرادراتي هبي كانت معصية أو معصية جناحة تختلف درجتها بحسب قوة الموالاة إتر معصية درجاته لقدر أو كوات سن لأن دستبيش أو عند جناح كي جورتنا وبحسب اختلاف أحوال المسلمين وتأثرهم بهذه الموالاة وهلها أو ولا أي وي سن درجة لأن تشتبيش ولا مقابل دا أو تأيدي وي لبو كسانش بيباور لزولكو ديانو بيباوران تأييدي وي لبو أوان سن تأثير لمسلمان عندكاتن أو هندقنا هي دقات يتاوكو دقات تحدي كفر أجر تأييدي أوان بكالة تجي مسلمانان. قال الفخر الرازي قوله وما يتوله منكم فإنه منهم قال ابن عباس يريد كأنه مثلهم كواتا ابن عباس دفرمي وما يتوله منكم فإنه منهم كأنه مثلهم وكواني وكأنما وكواني لديه وهذا تغليظ من الله كواتا خواهي قرصور تندك لو حكمي وتجديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين كواتا خواهي قرصور تندك لوي كوابا هيتش شويق أتو كسي كمخالف دين تبيوستا مجانبي بكواتا لي دور بكويوا وهروا لا تفسير قاسمي لأن من تولاهم فهو منهم ولا خلاف أنه صار عاصيا لله كما عصوه هل كسيق ولا يلبو جولكو ديانا هبيتا بوشيوي فإنه منهم دلهيت شكو جمان تداني وكو أوان جناح بار أوج جناح بار دبي ولكن أين تبلغ حد معصيته طالما سنوري أو معصيته تسند ديجين تحدي كفريانا وقد اختلف في ذلك خلاف لبنيوان زانانها فقيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمهم في الكفر فاتندق لزان فهركسيق ولا يلبو أوان هبي أو حكم أوان واتا حكم كفر بسر داد بزندري وهذا حديث يقرهم على دينهم كواتا فكأنه قد رضيه أو كوا رازية بديني أوان اعتراف بديني أوان دكاتن تسخوشي لديني أوان دكاتن كواتا طبعا لو من طلقك ولا ودوستات لبان دبي أو حكمي وكو حكمي أوانو بيلا دين دردس بيا كافر دبي وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله هندش دلين كواتا هركسيق ولا يلبوانا بكاتك كوا أوان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو دزانا أو اشتأيد يام كاتبا حكمك حكمي أوانا وقيل المراد أنه منهم في وجوب عداوة والبراءة منه وهل هندك دزانا دفن هركسيق ولا يلبوان هبو هل وكوكو بيوستا براءة لما لجولك وديانا بكين بيوستا براءة لويش بكين دجاتي بكين
قال الحاكم ودلالة الآية مجملة. حاكم دل أو بلقي كوالو آت ودج مجملة مفصلني، فهي لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. كواتا إلا ليك حالة أو كسب كافر دادن دري أجر تواو موافق بي لقل دينكي أوان لوي ولا لبوان هي بدينكي أوان رازية پارپشتی ئەوان دەکات لە دژی مسلمانان لەو حاڵەتە پێ کافر دەبێت. بەڵام ئەگەر لەسەر ئەو ئەساسەی نەبی مجرد بێ عیلاقەشی دروست بکە، مجرد بێ برادەراتێش دروست بکە، مجرد خۆشەویستێکی لەوان هەبیتن، ئەوە لەو حاڵەتەی معسیەتە، شەک و گومان تێدا نییە، بەڵام ناگات حەدی کوفر. بەڵام ڕازی بوونی بە دینی ئەوان لەسەر ئەو ئەساسەی کەوا ڕازیە بە دینی ئەوان پارپشتیان کە لە دژی مسلمانان شەک و گومان تێدا نێەوە پێ کافر دەبێت. ئەوجا خوای گەورە لە دوایەوە دەفەرمی ومن يتولوا من فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بيجمان الله هداية كسانشي استمكار نادا استمكار الذين ظلموا أنفسهم بموالاه كفرات أو كسيكوا ولا يلبو كافران هيا تأيديان دك الظلم لنفس خوي كدكوا خوي معرزي أو عذاب كرديا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم أو أن ظلم لنفس خويان كرديا وإنما يخليهم وشأنهم هدايتيان نادا بلكو خوي قول وازيان لدين فيقعون في الكفر والضلال والفسوق والعصيان. كات أو كسي كولاي لبو كسانشي بباورها خوي قولش توفيق خويان لي توفيق خوي ليان صاحب دكاتو بطبيعة حال أولا سد شيشي لبو كفر لبو قمراي بسبب وضعهم الولاية في غير مواضع الحق وسيرهم في طريق أعداء الله. ظالم أو كسي كوا شد لجيجاي خوي داناني كوا تكاتي كوا بيوست إيمان دار ولاي لبو خواو بيغمبري خواو لبو إيمان داران بي أو دسي لبو دجمناني خوا دادني إتر أو كسا ظالمة وخواي يقولش هدايتي ظالمان نادا أو كهدايتش نادا بالتأكيد برو كفر قمراي در وخوابنا مامدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.